الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تشفع بها لي عند الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد مع وصفة جديدة. النهارده هنعمل مع بعض مشوي وهنخبز مع بعض خبيز حلو فلاحي. هيبقى يوم طويل بس هيبقى يوم جميل جدا، من احسن الوصفات واحسن الحاجات اللي انا بحب اللي انا اعملها. ليه؟ بتبقى زي يوم ترفيه كده، يعني ايه، يوم نعنشه كده بتاع محلات ومطاعم. ونظبط العمل كده، نسمي الله يا جماعه ونقول بسم الله ما شاء الله، ونخش على ايه، ونخش على الفيديو ونشوف احنا هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ بالخبيز بتاعنا. طبعا عجننا وقرصنا بدقيق وسبناه يرتاح، وبعد كده هنبتدي اللي احنا نفرده الاول. نسخن الفرن بتاعنا، ونبتدي اللي احنا نفرد العجين الاول. دي كانت عيدان شيش طاووق عندي خشب، المفروض كنت انقعها. دي الغلطة الوحيدة اللي انا ما عملتهاش، ان انا انقعها في ميه الاول عشان ما تتحرقش على النار. بس مش مشكلة، اللي كانت الخشبة اللي كانت طايلة النار اتحرقت، بس مش مشكلة. دي بس كانت الغلطة الوحيدة اللي انا بصراحة كسلت اللي انا اعملها. دي كانت الفراخ متبلاها على بيات ومية مية. وده الطرب او الكباب ماسكاه برضو، حطيت عليه بس بصلاية واحدة وبهارات وظبطت الملح بتاعه، وسبته برضو من امبارح بالليل. كل ده في التلاجة. والمناديل برضو كان عندي منديل خروف مسكته، طلعته من الفريزر على التلاجة، ومن التلاجة على الرخامة. وهسيبه ان هو يلين، لان حاسه ان هو ناشف كده في ايدي. فهسيبه اللي هو يلين عشان اما اجي الفه على اللحمه ياخد معايا اللفه وانا بلفه، فاهمني؟ فبس هسيبه بقى على اللحمه كده يلين شويه، لان حاسه ان هو مجلد في ايدي وناشف. وهبتدي اللي انا بعد كده اسخن الفرن زي ما انا قلت لكم. وابتدي اللي انا افرد العجين، عشان دي اول حاجه هعملها، اللي انا هخبز العيش. تمام. كان ممكن اجيب العيش ده من فرن مش بعيد ولا حاجه، ولا العيش غالي ولا حاجه، بس انا كنت حابه ان انا اعمل شويه ابابير كده، او عيش خفاف وجمال. المهم، دي كانت قطعه عندي، بقطع عليها الخضار واللحمه خشب. هعملها مطرحه ازق بها العجين في قلب الفرن، عشان ما كانش عندي اللي هي المطرحه اللي بترص عليها العجين دي، ما كانتش عندي. ابتديت بقى اللي انا الف الطرب اهو، ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا جماعه، ونعمل احسن حاجه في الدنيا انا وانتم والمسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وده كانت حته دهنه باقيه. هبتدي بس الخبطها مع الفراخ، وما اجي احطها على وش الفراخ كده، تنزل سمنتها عليهم، تبقى طعمها برضو جميل. بس كده، مفيش احسن من كده ولا اطعم من كده. هبتدي بقى اسيب دول شويه، ومش هعمل اي حاجه على النار خالص، اللي هي الشوايه. هجيب، انا كنت غاسله القطاعه بتاعه الخضار، وسايباها في الشمس تنشف شويه، وبعد كده هجيبها وهبتدي ان انا افرد العجين وازقه في الفرن. عجينه اختمر وخد راحته، هيطلع ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طول ما عجينك معجون كويس ومفرود كويس ومرتاح واخد خمره تمام التمام، يبقى كده انت عملت اللي عليك، والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. زي العسل. رغيف بقى بيسلم رغيف، رغيف بيسلم رغيف. لما خلصتهم ما كنتش عامله كتير، انا كنت عامله كيلو دقيق بس، على قد غدانا، واتبقى منه كمان بعد كده. وما شاء الله ما فيش احسن من كده ولا اطعم من كده، ما فيش احسن من كده ولا اطعم من كده. ما شاء الله. عايزه اقول لك اللي من اول رغيف لاخر رغيف طالع، من اول واحد لاخر واحد طالع، ارضيته زي العسل ووشه زي العسل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. زي ما قلت لك، بدل كل حاجه مظبوطه وكل حاجه تمام مية مية. ابتديت بقى اللي انا افرده. عايزه اقولك اللي ما كانش عندي دراجه او حاجه بتفرد العجين، بس كان عندي ايد مقشه، اللي هي الايد المقشه الخشب، فكانت مكسوره عندي يعني ومرمتهاش. فابتديت ان انا اقص منها حته على قد ايدي، وارقق بيها بس العجين. وعشان هو متخمر تمام، فسهل عليا في الفرد، يعني بقى يتفرد معايا بسهوله. ما شاء الله. كلهم اتفردوا واتحطوا في الفرن وطلعوا. هبتدي بقى اللي انا اعبيهم في كيسه
اعبيهم في كيسة بلاستيك واقفل عليها عشان يفضلوا طراي كده وحلوين. ونعمل بقى مع بعض نولع الشواية ونعمل احلى مشاوي مع العيش. الاكله دي كانت ناقصه شويه طحينيه، دي الحاجه الوحيده اللي انا ما عملتهاش، ما كانش عندي ونسيت اصلا ان انا اجيب، فعملت طبق سلطه معتبر كده. وكانت من احلى الاكلات واخف الاكلات وافيد الاكلات اللي انا عملتها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم اللي بيعرف يعمل اللي بيعمل يعمل الاكل ده زي ما هو مزاج. زي ما انتي ما تقوليش انا مش عارفه اعمل، او بيجيلي اغلب التعليقات انا مش هعرف اعمل او بخاف اعمل، او عشان يحاول الله طبعا وربنا يوسع علينا جميعا. اغلب الناس الاسعار غلت والحاجه غلت. اي وصفه باجي اقدمها بحس اللي بتقولي يا مروه، يعني كذا تعليق يجيلي انا ببقى نفسي اجرب يا مروه واعمل، فباجي اعمل بخاف عشان بكلفها، بخاف تبوظ مني. لما تيجي اعملي بكميه قليله، ظبطت معاكي بعد كده كبري الكميه. مش شرط مثلا انا بعمل كيلو اعملي كيلو، زي اعملي نص كيلو اعملي ربع كيلو. ظبطت معاكي وبقت التمام ابتدي بقى اللي انت تكبري الكميه على حسب ما انت بقى جايز تحبيها، جايز يبقى ليكي التكه بتاعتك. ده اللي انا بقى هكلمهولك، اللي هو مش شرط تطبقي الوصفة بالملي. زودي عليها حاجة، نقصي عليها حاجة مش موجودة عندك، جربيها باللي مش موجود عندك. ده جايز تحبيها. الاكل ده اذواق. ممكن انا حابة نكهة معينة، فهماني؟ ممكن انت ما بتحبهاش، ممكن انا بحب الشطه زياده، ممكن انت ما بتحبهاش، ممكن انا بحب ملح زياده، ممكن انت ما بتحبهوش، وهكذا بقيه المكونات. الاكل ده يا جماعه اذواق. فانت عايزه تطبقي اي وصفه عند اي حد، مش شرط عندنا، ما تخافيش، اعملي بالمكونات اللي عندك وتوكلي على الله. قللي الكميه شويه وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وتطلع من اول مره مظبوطه معاكي. وصفي نيتك وقولي بسم الله، ولو الحاجة طلعت كويسة قولي الحمد لله. حدثي ربنا على لسانك عشان السكينة تخش جوه قلبك والاطمئنان يخش جوه قلبك، وايدك تعمل بامان. على فكرة كل ما البني ادم المشتت اللي هو مش عارف يعمل او الحاجة تبوظ من ايده، دي مش خيابة منه، بس عقله مشتت. الشيطان ضحك عليه. خلي الشيطان ما يضحكش على دماغك وعقلك، خلي عقلك وتفكيرك مع الحاجة اللي انت بتعمليها، ركزي فيها قوي، سمي الله وانوي كده نية كويسة وصفي نيتك، ماشي؟ وابتدي كده وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاقي كل حاجة جاية من تحت ايدك على ما يرام. لو هو شوية مية هتلاقيهم بتشربيهم لهم طعم مختلف. اصل انت من جوه نظيفة، انت من جوه انسانة نظيفة، انسانة كويسة، فهماني؟ ركزي في اللي انت بتعمليه، ركزي اي حاجة بتعمليها ركزي فيها، هتلاقيكي متفوقة فيها. هتلاقي التراب في ايدك دهب. ليه؟ عشان انت مصفية نيتك، مش شغلة نفسك على اللي في ايدك بس. اشغلي نفسك باللي في ايدك بس، الحاجة اللي معاكي بس. هتلاقي ربنا صلح حالك فيها وبقيتي فيها بصي استاذة ورئيسة قسم. المهم ابتديت ان انا احط المشوي اللي هي الفراخ الاول، وما ابتدت اللي هي تاخد لون وحسيت ان هي قربت تستوي احط الطرب ده ما بياخدش اي حاجة. وعلى فكرة حطيت الطرب من هنا والنار زادت وولعت، ابتدت النار تولع وتزيد ما شاء الله. ليه؟ المنديل بتاع الخروف ده شعل النار زيادة على الشواية. حطينا العيش وحطينا المشاوي. كنت في بقى بعد واحدة كده خدت لسعة بسيطة بس حلوة، يعني خدت لسعة بس على الدهنة من جوه، من بره بس
فاهميني؟ ده كانت وصفة النهاردة، والله سهلة وبسيطة وجميلة. سمي الله وابتدي اعملي، هتظهر معاكي نتيجة احلى حاجة وانضف حاجة. ويا رب يحسن ما بين ايديكم ويصلح حالكم ويرزقكم انا وانتم وجميع خلق ربنا، يصلح حالكم ويرزقكم ويكفيكم، اللهم امين يا رب العالمين. سلام عليكم، ما تنسوش والله.